أقيمت في البيت الثقافي بمدينة كركوك بالتعاون مع اتحاد أدباء وكتاب كركوك ندوة عن الواقع المسرحي في المدينة وكيفية النهوض به. المشاركون في الندوة أكدوا في تصريحات لفضائية كركوك افتقار مدينة كركوك للقاعات المسرحية خاصة، وأن المسارح وبسبب عدم الاهتمام بها فإنها تعرضت للهدم وتحولت إلى مولات تجارية أو تم تركها. طالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة الاهتمام بالواقع المسرحي في المدينة كونه يعكس طابعا ثقافيا وحضاريا فيها. لا، يجب أن تكون هناك ليست قاعة المسرح بل قاعات مسرح في كركوك. قبل 2003 كان هناك في كل قضاء وكل ناحية مركز شباب فيه قاعة مجهزة بالإضاءة والكراسي وكل شيء. هذه القاعات جميعها اختفت، إما هدمت وتحولت إلى مولات كما حدث مع مركز شباب كركوك، أو تركت كما حدث مع مركز شباب عدنان شريف. نتمنى أن يكون هناك أقل شيء 5 أو 6 قاعات مسرح في مدينة كركوك. على فكرة كركوك كان فيه أول ملعب أولمبي في العراق، وقيمت فيه كأس العرب عام 1989. حتى هذا الملعب أيضا دمر. الآن لا يوجد لدينا أي بنى تحتية للمسارح.